السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض لانشون اقتصادي من غير لحمه، من غير بيض، ومن غير جبنه، ومع ذلك طعمها هيجنن. هيخلي كل اللي يدوقها عندك يسالك عملتها ازاي. بص بقى يا جماعه، اي وصفه لانشون جربتوها قبل كده وفشلت او طلعت عجينه او ما سكتش نفسيها، انسوا كل ده. النهارده الوصفه دي ما فيهاش فشل بنسبه 1%. طالعه ما شاء الله، خامه ولا اروع من كده، والطعم تحفه زي الجاهزه بالظبط. وزي ما انتوا شايفين كده النتيجة طالعة ناعمة ومتماسكة جدا، مش زي اللانشون اللي بيبقى طري زيادة ويفك أول ما تخرجيه من التلاجة. ده حتى لو قعد يومين وتلاتة كمان عندك هيحافظ كده على نفسه كأنك لسه عاملاه حالا. بجد الوصفة دي هتغير فكرتك تماما عن اللانشون البيتي. وزي ما قلت لك ما فيهاش فشل بنسبة 1%، ولا محتاجين مكونات كتير، كلها حاجات من مطبخك. شايفين ما شاء الله اللانشون ده احلى من الجاهز بمراحل. طعمه غني والخامة كده بتاعته ناعمة متماسكة، ريحتها تجنن ولونها يفتح النفس. اللي هيجربها مرة مش هيفكر يشتري لانشون تاني من بره تاني. مش بس كمان كده، ده اللانشون بيقعد في التلاجة ايام من غير ما يبوظ ولا يفك ولا يغير طعمه، ويفضل محافظ على نفسه زي ما انت شايفة كده. وشكله كمان في التقطيع ما شاء الله. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا مع بعض ازاي. بص بقى يا ست الكل، انا هنا معايا نص كيلو من صدور الدجاج. تقدري تستخدمي اي نوع فراخ عندك، تمام، بانيه او صدر على بعض زي ما تحبي، المهم ده نص كيلو. هنقطعه قطع صغيره كده علشان الكبه تفرمها بسهوله. تمام، هنبدا نجيب الكبه بتاعتنا وانزل بالفراخ بتاعتنا زي ما انت شايفه كده، ونفرمها فرمه كويسه جدا لحد ما تنعم معاكي. انا هنا هنضيف قطعة من الدهن، حتة صغيرة يعني حوالي 50 جرام. النص كيلو عليه 50 جرام قطعة من الدهن او من اللية زي ما تحبي. هنبدأ نفرمها مع بعضها كده لحد ما تبقى معانا عجينة كده سلسة وناعمة ما فيهاش اي تكتلات خالص. عشان كده انا اخترت الصدر، ويكون الصدر على بعضه يا اما متقطع مفيش مشكلة. شايفة القطعة عاملة ازاي؟ عاملة معايا حولت لعجينة بالظبط ناعمة. هنبدأ في الوقت ده نبدأ نجيب ايه معايا، نص كوباية من الشوربة متلجة او نص كوباية من المية. انا هنا كان بما ان كان عندي شوربة، نص كوباية من الشوربة متلجة حطيت عليها نص كوباية من النشا، وبدأت اضرب الكلام ده كله مع بعضه لحد ما يدوب مع بعضه كده بالشكل ده. المكونات سهلة وبسيطة، وحبايبي اللي متعودين مني دايما بكتب المقادير في صندوق الوصف. تمام، اللي معرفش صندوق الوصف اضغطي على عنوان مرة هتلاقي عرض المزيد، المقادير مكتوبة تحت. معايا هنا التوابل بقى، من كل حاجة نص معلقة، نص معلقة ملح، نص معلقة بابريكا، نص معلقة توابل فراخ اللي هي مرقة دجاج، وحبهان بودر. كل ده انا حاطاه بودر، وفلفل اسمر ممكن تستخدمي ابيض، وكبابة صيني. الكبابة الصيني دي بقى هتودي اللانشون في حتة تانية خالص. انا وريت لك شكل اهو. انا يا دوبك طحنت يا دوبك حبة كده على قد نص معلقة. المكونات والتوابل دي من كل حاجة نص معلقة، وضفت كده معلقتين زيت بمعلقتين الاكل العادي. تمام، ونبدأ نحط لون طعام كده غذائي حسب ما انت عايزة تسيبيها كده بشكل كده لون الفراخ. تمام، هنبدأ نحط يا دوبك حاجة بسيطة بس، ونضيف الكلام ده كله في قلب الكبة ونضربها ضربة كويسة كده لحد المكونات ما تمتزج مع بعضها. انا لقيت اللون كده هادي، قلت اما احط كمان ايه نقطتين كده من اللون الطعام. شفت قد ايه بقى؟ مفيش مقادير اكتر من كده، مفيش هنحط مقادير تانية. المقادير سهلة وبسيطة وان شاء الله موجودة في مطبخك. انا بوريكي ايه هنحط بقى ايه هنا. حوالي معلقة واحدة بس من الفلفل، اللي هو الفلفل الحصى، فلفل اسمر. هنضربها ضربة كده عشان ما تنجرش مننا، وكمان تلف كلها في قلب الايه، في قلب اللانشون. وكمان هقولك على حاجة، النشا هنا يا ست الكل بيديكي تماسك حلو كده للانشون، وبيخلوش يفك منك حتى لو برد. تمام، بنجيب ايه بقى، نجيب كيس ثلاجة، نجيب كيس استريش. انا معايا هنا الكيس الحراري. بنبدأ كده نرش رشة بسيطة من الزيت، وانزل باللانشون بتاعنا، وابدأ بقى اضغط عليه كده عشان ما يكونش فيه فراغات من جوه. تمام، وابدأ اديله شكل الدايرة دي زي ما انت شفت كده. انا عايزة الدايرة بتاعتي او الاسطوانة بتاعت اللانشون بتبقى كبيرة شوية، فبحاول اعمل ايه، بخليها كده ايه، بضغط عليها كده من هنا ومن الشمال ومن زي ما انت شفت كده. ببدأ اربط الطرفين كويس جدا، وعشان ما يدخلش جواه ميه او اثناء التسويه زي البخار. انا هسويه على مصفى، مش هنحطه في قلب الميه، ولكن اثناء التسويه في المصفى بيطلع بخار،
فبرضه ما يخشش منه ميه، وبضغطه كويس قوي عشان ما يخشش كمان هوا. شايفين الشكل عامل ازاي؟ بحطه بقى في ورق فويل واضغطها زي الرول كده، وابدا اروح على البوتاجاز. بكون حاطه حله فيها ميه، وزي ما انت شفت كده حاطه ليمونه في الحله عشان مع الغليان ما تسمرش. وبحط بقى اللانشون بتاعي في مصفى، واغطي عليه غطا كويس قوي ما يطلعش هوا. وكل هيقعد قد ايه؟ هيقعد ساعه بالظبط، 60 دقيقه. بين كل ربع ساعه والتانيه ببدا اقلب اللانشون بتاعي. والنار يا بنات باكد النار بتكون هاديه جدا، لا تكون وسط ولا تكون عاليه. ببدا اطلعه كده بالشكل ده، ونبدا نفتحه مع بعض كده، وبسيبه يبرد شويه. طبعا لما بسيبه يهدى شويه بدخله التلاجة ساعتين على الاقل، ساعتين عشان ابدا اعرف اقطعه. تمام. تعالي بقى بعد ما خرج من التلاجة، بصي ما شاء الله، شايفه القوام بتاعه حلو جدا، ناعمه ومتماسكه. تعالي بقى نقطع شريحه، والشريحه تكون رفيعه. ولكن في السوبر ماركت بيكون عندهم مكان بقى للتقطيع، بتطلعها لك بقى ايه رفيعه، انما انا بقطعها كده زي ما انت شايفه اهو. ما شاء الله ما شاء الله، بتعمل لي كميه حلوه جدا. تنفعنا بقى على الفطار، في اللانش بوكس للاولاد في المدرسه. بجد هيحبوها ويعشقوها جدا، ومش هيصدقوا انك انت عاملاها من غير لحمه ولا بيض. بجد حلوه جدا يا بنات، وتستاهل التجربه. والاجمل كمان انك تقدري تحتفظي بيها في التلاجة كذا يوم من غير ما تبوظ ولا تغير طعمها ولا تفك منك. جربوها وقولوا لي في التعليقات. ولو اول مره بتشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. شايفه ما شاء الله، اللهم بارك. لو جربتوه صدقوني مش هتشتروا لانشون من بره تاني. ينفع بقى للفطار الصبح مع خيارية، طماطمايه، حته جبنه، سندوتشات كده للولاد في المدرسه. شايفين بريحه التوابل كده جميله فيه جدا وانا بقطعها، جميله وناعمه ومتماسكه وحلوه قوي قوي. انا عايزاكم كلكم تجربوا النهارده وتقولوا رايكم في الكومنتات. ولو اول مره بتشوفوني اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مطبخ ام حسناء. شايفه قد ايه مطاطيه وجميله ومش بتتقطع بسهوله، متماسكه وفي منتهى الجمال. يلا بقى اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام عليكم.